بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح وأمد في آجالهم فهم بين غاد للخير وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خوشكو برايت ريزدار بنرو بسرمانة هجا خوش تفي هرجي هيكين لبن رئيس الصلابة ما قبل بكنش خلي تعالى تخازن أو إيمانا ما قايم كتن وقلنا هيد مبغفلين تن موسمة خيري وباشي برسخي مهمي بكتن وعمري ما اتعفو عافيتي لدريش كتن كوام قالك عمل صالح وقدنت باش كيارت باش بكين آمين. خوش كبرات عزيز برما الحديث بيغمبري بتبا أو إمام الترمذي وابن ماجه روايتكن ورسول خدي صلى الله عليه وسلم بحسي عمرت بي أمتي كلنا كعمري وانا برنبر عمرت أمتي بريما قلكي كيما، فإن أعمار هذه الأمة هي أقصر أعمارا من الأمم السابقة. أمتي بريما كم ساكني وبخرنين 1000 صال 100 صال 200 صال 500 صال عمرت برن كترش 1000 صالة اللي عمرت أمتها ما بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجد أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني عمرت أمتها من جيوانا ما بين شيستي بحفتية كيما كنا بن تجاوزت كان شحفتي بورن. ليه خلي تعالى كلامات قال مكري ومنتها السمدارشتي بما تعويض كريا برنبر أمة البريمة بأعمال صالح وأفكار كريارت باش أم بكين ادفان موسمة خيري دا عمري مدي بيدريج بتن أنكو أمج دينا مقابلي عمرت أمة البريخو 1000 صال و 2000 صال أجر أموان كارت هني بكين. وكي خذ تعالى بحسي ليلة القدر كريا ليلة القدر خير من 1000 شهر شبك بتني صال جارك خيرا مقابلي خيرا حشتي وتشتك صالايا 1000 هيبة. إمام رازي رحمة الله خدلي بتتبيجتن اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا و80 سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. يعني باش بزانا أو كسبي شبهني ساخي تمكرنا عبادتي شبه ليلة القدر هر وجكو في مروفي هني حشتي ونيف صال حشتي وتشتك صال عمر بوراندين ادباشيده حشتي وتشتك صال وهركسك هر صال رابطة قيام الليلة شبه ليلة القدر هر وجكو خلي تعالى قالك عمر ابرسقي كليل، يعني مثلا قالك 100 صال داينا بيمرو بهني اكم هزر تخبكي مثلا عمريكي بيجنش 15 صالية حتى حفتي صالية هر صال راتبة قيام الليل شبه ليلة القدر ده هر صال بخيرها هنا حاصل كتن، يعني 15 صالي حتى 30 صالي حتى 6 صالي حتى حفتي صالي كان عمر بريه هر صال بصد صالة أو بحجتي صالة دبوي تحسب كرني. اشوان وقت قلكت مبارك يتير خير وباشي وبركته ده العشر ذي الحجة أبده كتهني كده كت عيدة حاجية هيبة محرمية سي هيبة الديبك محرما كيف ده كده بجا قالك أحاديثه قالك آية القرآن بحسي فان ده كتهني وفان موسمة خيرت كن شوانا قل تعالى بسنت خارية والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله المراد بها 10 ذي الحجة. خذ تعالى الفجر سين خار وقتي بو خذ تعالى درست بهمي تشتاسين بخدم بس بو ممروفة ايش غيري خذ تعالى وكلامي بي وصفات توي ونافي توي اسماء توي ناتشبت ام غيري خذش سين بخن ابدا حرامه. ويجا خذ تعالى الفجر سين خار وقتك بركته وخيره سبيده هي الزكا وليال 10 بحسي دهكيت ذي الحجة. وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عندك روجت دس نشانكري يد معلوم وابن عباس رحمه رضي الله عنهما بيجت أيام العشر فان دهكت هني خذ تعالى دايا واكو هنجلك ذكري وشكرا بكن. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر. رسول خدا قلت نين عملك صالح بتكرني خير ترو باشتر بتن أفضل تربتن جوان ده كتهني يعني أو عمل دوان ده كادا تتكرني چه عمل چه كارت باش ناجهنا وان ده كتهني. قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد بسيارش پیغمبر خدا ده كرني قلت يا رسول خدا با جهاد وانا تو قالك من حي جهادت كي تشجع وسرمانت كي سر جهادي آيات القرآن سر جهادي هاي أري ما كارك تجهد الجهاد يجيك يعني أفكاري عمل صالح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الصلاة كي إيكي بتشي دستي إيكي خيرك تقال إيكي بكي سر دانوي بكي زكاة خب دي صدقة بدي دل إيكي خوش بكي جلقيت عيد بويكي بكري بتشي حج بتشي عمري وغيري وان تشتتهني رجاء بكري هر عملك صالح يا رسول خدي جهاد يعني جهاد قالك بخيره عمل صالح دوان ده كتهني ده يعني الجهاد يجي بخير ترى جهاد نايدا مقابلي پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم قلت ولا الجهاد خد جهاد نايدا مقابلي وان عمل صالح دوان ده كتهني ده إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ظلامك تنابت يعني مروبك تنابتا برحوا مالي خوبة بجت الجهادي بيتك اشتني ومالي بيج بتن دواري بيتك اشتني شيري بيتش كاندني افمرو بهني خلايبتني مصدر شوي كسي اويدوان ده كتني ده عمل صالح بكتن اجرنا عمل صالح دوان ده كتني ده جلا كم مزنا والحديث قديده امام طبراني في المعجم الكبير ادبيجتن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمري قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا قوتي ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر يعني نينا اللي خدا تعالى مصدر هبتا وخوش تفيتر هبتا عملك بتكرني موسمك دات هندك روجا دات هندك هيوا دا بخير تلو خوش تفيتر بتن جوان دهكت هني يعني أف دهكت هني خدا تعالى قالك حاجت كتن عمل صالح كارت باش تيدا بينكرني واللي خدا تعالى قالك مظنن فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد يعني قالك جرب خو بجن لا إله إلا الله دوان دهكت هني ده قالك جرب بجن الله أكبر الله أكبر إمام عمر بجن الله أكبر خير من الدنيا وما فيها إيك جارت بجن الله أكبر هكا الدنيا خير يتبتنا هر تشتك الدنيا ده أف بيوا جارك بتني تقوتيش هامي تشتب خير ترى والحمد لله حمد خدا تعالى بكم أزمان خوب دل خوب عمل صالح شكرا بكم. وكان سعيد بن جبير إيكش عالمة ما تابعية عن تابعية بيجتن وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق يعني في حديث بليهم جاء وما إشارة بيداي وعبد الله بن عباس روايات كني راويه سعيد بن جبير بيجتن إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه رواه الدارمي بإسناد حسن يعني سعيد قوتي عبد الله بن عباس وصى عمل صالح فيه هي وانده كت هنيدت قرت هيبا ذي الحجة ده حتى نزيق بو يعني وقت بيجن بيزار بتن نشتن در حق در كابتن يعني قالك خد شبلانت خب شولت إخست كرنا عمل صالح دوان ده كت هنيده وهذا الرواية كرني دي سباجي بيجن لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر يعني كناية عن القراءة والقيام يعني تشرايت خو قلوبت خو رونهيا خو بشبنة تمرينا بلا هلبن مقصد بي جل قرآن بخينا وربنا نفيج الشبي. إمام ابن حجر العسقلاني خداني فتح البارية شرح إمام البخاري ادبيجتن والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات في عبادة فيه يعني يوم ديار بتن وخيران ده كت هني قالك مازن كي أعمال مازنش عبادات بجن أمهات ما كت عبادتها دفان ده كت هني ده جماعة بن وهي الصلاة
والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. يعني أف حجة هني، أف نبيجة، وأف روجية، وأف ذكر هني غيري في موسم ناية إلا إدوان دهكت هني ده بيداد بتن لو ما هنت خيروان مازنة. وابن رجب الحنبلي رحمة الله خدلي بتن في لطائف المعارف ده بيجتن كتابه معروف: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام. يعني وقت خدي تعالى فيانو الشوق زيدا يا ديدنا كعبا بيروس وموسم الحج كليا دلت هندك عبدت ويخويت صالح ده هندك بتنويري بو أذكرنا حجي ويتواكي ما نشن بتشن إما بتشينا بتن فقيرا، إما نابتونا دا كمان، إما جنكا مثلا محرمنينا يا بزحمتها. يعني عندك مشكلتين كنا شبتشيها حجي. فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، يعني تعمري مروفي خدانشيان دا بشتن بشت حجي ريكا تأمين بتن وبارها بن استطاعة بدنها بتن عمري وجارك فرس كريا سار بشت حجي، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. قال هندي دهكت ذي الحجة وموسمك مشتركة هاو بشا ناف بين ما داويت أمنتشنا حجي وناف بين حجي أجدا. يعني مثلا أو نينوكت خدشناكن ميت خدشناكن برشي خدشناكن بوشي أوان يت موسم حج ده أمجك من يت قربان يا إناي أمجي نينوكا خدشناكين ميت خدشناكين برشي خدشناكين. مثلا أو قالك ذكريت كان شماج هاتي خاستني فأكثروا فيهن من التكبير والتحليل والتحميد. أمش قالك جرى تكبيرات بيجين الحمد لله لا إله إلا الله مخو بيجين كاتشوا أوجي التكبيرات بيجين طيبتي لبيكات بيجين. روجي مثلا أو روجي ناقدنش بركو جهك يعني خاصة بكرنا الدعاء وعبادتي وطيبتي ذكري ده بس مش مهاتي خاصني هر ده روجا هر نه روجا هشت روجات قال يا نهيك وروجا عرفي أم بقرين قلنا هيدو صلاة روجا عرفي دي جيتشن ساكي كاتشوا أو تشن برات هابن روجا إيكي عيدي ودوية وسية أمجيك حيوانا باتكو جين بو خده تعالى وخيني ترجيني وخيترين كار روجا عيدي تتكرني ريتنا خيني أبو خده تعالى وقربانك حيوانك بكو جين. يعني إذن أمجيك وكي حجية هر وجهكو أمل حجي خده تعالى كرمت قال ما كريا أبت أمنتنا حجي كاتشوا قال حجياج كريا. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل. بسيارك تذكرني وكي بسيارش ابن تيمية هتذكرني كيش وام خيرتن دهكت دوماهيك رمضانه يانج دهكت دسبيكا هيفا ذو الحجة ودهكت حجيانا عن عشر ذي الحجة. فأجاب أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. روجيت دهكت ذي الحجة بخيرتنش روجيت دهكت دوماهيك رمضاني هده روجيت دوماهيك رمضاني يتروجيها. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. بس شبت رمضاني يد دوماهيك هرده شبت دوماهيك شبت وانا بخيرتن شبت دهكت ذي الحجة. يعني إذن روجيت دهكت ذي الحجة بخيرتن روجيت دهكت دوماهيك رمضاني. أما الشبت دوماهيك رمضاني هر ده شاف خيرتن الشبان شبت هني يعني هردو بخيرن هردو جيك تكميلنا بو ايكودو. إذن قال لي خشكو براد عزيز قال لي بينار وقهدارة مدبين انه قل مدبن ما ايمانت انفان ساعتت هني وفان روجت هني فان وقتت هني محافظي بكين كرنا عبادتي بخباري زين اش عمري ما يبقدر قيمات كوش مناتشتن نفيجت ما وعمل صالح قرتنا روجيا هر خيرك تهبتن قستي وخجنا دا باش دليل سر تقوى مروفي كو خد تعالى قلت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر كسكي او تشتي خد مزن كري او جو مزن راقرتن دفان ده كتنه ده خوش قلناها بارزن بتر عبادت خده بكتن اواني شان تقوى دليتية
وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. خدي نبت وقتين قربانا بات كجن شمنت خين ريتني وحيواني وبازي وقتی تسرجت كي گوشتني نه گوشتي ما گوشتي، ولكن يناله التقوى منكم. خديت بيتن وان كرنا عبادتي وان حيوانتني وقتي بات كجن هن بتر تقوى بكن موسم خيري بخود استغلال كن فرصة بخو ببينن فرصة جلسي ولا بكرنا عباداتها. الشراب على متخازي أو توفيق مدة وأبدع تفقها بأمتكين بمهمية قبيل بن آمين. اللهم وفقنا إلى عمل الطاعات والفوز بالجنات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.